السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الأيام بخير. النهاردة هنعمل مع بعض لقمة القاضي أو الزلابية، وزي ما احنا شايفين هنعملها بالشوكولاتة والعسل والسكر. يلا بينا نشوف الطريقة بالتفصيل، ولو عجبتك لايك وشير واشتراك في القناة. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه هنا هنسمي الله، وفي البوله اللي انا هعجن فيها حطيت كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا وذره ملح. وفي المج دون حطيت نص كوبايه ميه، عليها معلقه كبيره خميره فوريه ومعلقه كبيره سكر، وسبتهم 5 دقايق كده يتفاعلوا مع بعض. وهاخدهم وانزلهم على الدقيق اللي انا مقلباه مع النشا والملح. هقلبهم تقليبه وابدا بقى انزل بميه دافيه كده هون. هي تاخد معايا ممكن ميه من كوبايه ونص لكوبايتين حسب نوع الدقيق. بنفضل نحط الميه ونقلب، واهم حاجه التقليب، وتعجني فيها كتير قوي ما تزهقيش عشان تاخدي يعني يبقى فيها المطه اللي احنا عايزينها محتاجينها دي. تمام كده خلاص اتعجنت معايا كويس، هغطيها واسيبها بقى تخمر. قوام الزلابيه بيبقى قريب قوي من قوام الكيكه. كده تمام ما شاء الله، خمرت اهي معانا. هنبدأ بقى نهبط الخميرة دي. الأول حاجة نعملها نروح مهبط. شوفوا شايفين الخيوط اللي عاملاها دي كده، دي بإذن الله يعني ناجحة 100%. هنهبطها كده ونديها تقليبة، ونبدأ بقى ايه نحطها في كيس. زي ما احنا شايفين انا حطيتها في كيس تلاجة وفتحته فتحة صغيرة، وبالمقص بفضل اقطع كده قطع قد بعضها على الزيت على طول. الزيت بيكون مش سخن قوي، وسط، وعلى نار متوسطة. بفضل اقلب فيها لغاية ما تتشمع، بس يعني يا دوبك تمسك نفسها. كده تمام قوي. هطلعها بقى وافضل اكمل كده بقية الكمية بنفس الطريقة. طريقة الكيس دي سهلة جدا. لو لقيت المقص هيبتدي يلزق معاكي بتنزليه في الزيت. كده اديناها كلها اول قلية زي ما احنا شايفين، مطلعينها فاتحة يا دوبك بس بتاخد لون. هبدأ بقى من اول طاسة انا طلعتها اروح مرجعاها تاني في الزيت، تاخد بقى اللون الذهبي الحلو ونطلعها. يبقى كده الزلابية بتتقلي معايا على مرتين. كده تمام قوي. خلصنا كده الكمية. هقسمها بقى ل3 اجزاء. اول حبة نزلناهم في شربات تقيل. الشربات التقيل دون بيتعمل كوبايتين سكر، عليهم كوباية ونص مية، عصرة نص ليمونة، باكو فانيليا، بيغلوا معايا من 5 ل7 دقايق. وبعد كده حطينا نوتيلا على الطبق التاني وسكر بودرة. وكده خلصنا وصفتنا. يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم وعجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسيناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.